وما بين المعسلات الرمضانية السهلة والسريعة واللي كتحضر في أسرع وقت وكتجي ساهلة. هاد المعسلة الجديدة المقرمشة والمعلكة في الداخل. أول حاجة عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حيت لي القشر ديالو قليته في الزيت، ممكن أنكم توضعوه في الفرن. هنا كنطحنو في الهاشوار، كنحاول أنني ما نطحنوش مزيان حتى يتعلق، كنخليه شوية مهرمش. نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو انكم تطحنوه حتى كيتعلق راه كطحنوه. هنا البنات من بعد كنوضعوا في واحد الاناء وغادي نضيف المكونات المتبقيه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نضيف عليه المسكه الحره. بالنسبه للمسكه الحره البنات كندير 2 حبات كنطحنهم مع شويه ديال السكر كلاصي. هنا من بعد درت معلقه صغيره ديال القرفه، ودرت هنا 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده الدائبه، وعندي هنايا 3 المعالق كبار عامرين ديال العسل. ممكن انكم تعوضوا العسل بسكر كلاصي. هنا كنحاول انني نجمع العجينه بهذه الطريقه حتى كنتشكل على كرات اللي كيكونوا في نفس الحجم. هنا البنات كتشكلوا كرات اللي يكونوا في نفس الحجم. الحجم البنات كيبقى اختياري، ممكن انكم تصغروا الكرات او كتكبروهم. هنا من بعد عندي ورقه الفيلو، تقريبا عندي 470 غرام ديال الورقه ديال الفيلو. وبالنسبه للبنات الثمن ديالها راه كتباع ب 17 درهم، حيت كاين الاخوات اللي كيطرحوا بحال هاد الاسئله. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كتاخذوا 2 ورقات، حيت ورقه الفيلو كتكون رقيقه ماشي بحال الورقه العاديه. الا خدمتوا بالورقه العاديه البنات راه كتاخذوا غير ورقه واحده. هنا من بعد كندهنها بشويه ديال الزبده. الزبده البنات استعملت زبده سبيسيال ذوبتها حتى كتخلص من داك الماء اللي كيكون فيها، تقريبا غتحتاجوا ل 150 غرام. هنا من بعد كندير الكرات في الوسط ديال الورقه وكنبدا نلوي بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا العمليه راه سهله وسريعه. بالنسبه لهذا الشكل البنات راه سريع دغيا كيوجد، ما كياخذش وقت. هنا من بعد كتاخذوا السكين وكتبداو تقطعوا. هنا كيف ما كتشوفوا درت 5 الكرات. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد كنبدا نسدهم في الجناب بهذه الطريقه. كنستمر حتى غنكمل. بالنسبه لهذا الشكل كيف ما قلت لكم راه كيجي ساهل وسريع، ممكن انكم ديروا اي شكل بغيتوا. في الورقه ديال الفلول البنات كتحكموا فيها. داكشي باش زوينه وهي دغيا كطيب، ما كتبقاش معجنه في الوسط. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما درت اشرطه بالموس، هنا كناخذ اللاطه كندهنها بشويه ديال الزبده او كدهنوها بالزيت. من بعد هنا كنبدا نوضع المعسلات بهذه الطريقه. هنا كنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل. من بعد البنات ما كتكملوا كدهنوا ليهم الوجه ديالهم بشويه ديال الزبده. الورقه ديال الفيلو البنات ضروري انكم تدهنوها بالزبده او الزيت، كيبقى لكم الاختيار، حيت هي كتبغي الصراحه انها تجي شاربه الزبده باش ما كتجيكمش ناشفه. هنا كندخلها الفرن اللي كيكون سخون، العافيه كتكون فوق مهيله واحد شويه. كنشعل عليها غير من التحت حتى كتبان لي انها تحمرات. من بعد كنشعل من الفوق وكندير عافيه اللي كتكون مهيله حتى كتاخذ هذا اللون الذهبي. وهي سخونه البنات كتسقيوها بالعسل. العسل البنات دفيته واحد شويه باش كيولي جاري. هنا كيف ما كتشوفوا كنخليها حتى كتشرب داك العسل اللي درت ليها. من بعد هنا كنزينها تزيين البنات كيبقى اختياري. هنا انا زينتها بالبيستاج، ممكن تزينوا بكاوكاو او اللوز، كيبقى لكم الاختيار. وكنقدمها معكم وغنقول لكم بالصحه والراحه.